اعرف حد شخصيا راح منه 30,000. الفيديو ده عن النصب الالكتروني، وده بيتهيألي من اهم الفيديوهات اللي انا ممكن اعملها، بس انشروا الفيديو ده للناس اللي فعلا هتحتاجه، لان انا بشوف ناس كتير جدا بتقع في غلطات بتكلفها كتير جدا. اعرف حد شخصيا راح منه 30,000 بسبب برضه حاجه من النصب الالكتروني. فخلي بالكم يا جماعه، عشان الغلطات دي ممكن اي حد يقع فيها، لان فعلا النصابين دلوقتي بقوا بيعملوا طرق تخليك انت اصلا ما تعرفش ان انت بيتنصب عليك. واحنا دلوقتي هنتكلم على 5 طرق ممكن يتنصب عليك الكترونيا. اول حاجه عن طريق المكالمات. ممكن يجي لك مكالمه مثلا يقول لك انا من البنك بتاعك كذا كذا ومحتاج احدث بياناتك، وعايز البيانات بتاعتك، حسابك البنك، تاريخ ميلادك، اسمك الرباعي، كل الكلام ده. البنك عمره ما هيتصل بيك يقول لك حدث بياناتك على التليفون. ولو البنك اتصل بيك قول لهم انا هروح الفرع اجدد البيانات بتاعتي بنفسي. ومش شرط بنك بس، ممكن اي جهة حكومية او اي جهة خاصة يقول لك انا عايز البيانات بتاعتك عشان احدث بيانات، او انت عشان عليك مخالفات او عليك اي حاجه. واي حد يقول لك مثلا يتصل بيك يقول لك انا بعت لك او تي بي، اديني الرقم بتاعه من البنك او من شرطه او من ايا كان، ما تديش الاو تي بي بتاعك لحد، لان حتى في الاو تي بي نفسه الرساله بتاعتها بيقول لك ما تديش الاو تي بي، واحنا مش هنسالك على او تي بي. تاني كمان حاجه في المكالمات، الناس اللي بتتصل بيك عشان اوفرز، حد يتصل بيك يقول لك الاوفر الفلاني كذا كذا كذا، طب يلا هتشتري، عجبك الاوفر هتشتري، يقول لك طب هات مثلا البيانات البطاقه بتاعتك عشان نعمل عمليه السحب او الخصم. فما تطلعش البيانات بتاعه البطاقه بتاعتك او البنك بتاعك على مكالمه تليفون او مسجز او حتى واتساب. الحاجات دي ما تعملهاش عشان ما يتنصبش عليك. واخر حاجه في المكالمات، ففي مكالمات ممكن تعمل لك مشاكل قانونيه كبيره جدا. حد مثلا يحول لك فلوس ويتصل بيك يقول لك معلش اصل انا حولت لك المبلغ ده بالغلط، عايزك تحوله لي على الحساب الفلاني، مش الحساب اللي هو محول لك منه. ودي ممكن تدخلك بقى في قصص بقى غسيل اموال وحاجات غريبه كده. فلو حصل معاك كده، تبلغ البنك بتاعك، ترجع له الفلوس على نفس الحساب بتاعه، او تشوف البنك بتاعك وهو يتصرف معاه. تاني نوع بقى من النصب الالكتروني هي الرسائل، ودي بتجيلي بشكل اسبوعي ان ما كانش كمان يومي. رسائل مثلا من فيديكس او يو بي اس، رسائل تقول لك انت عندك طرد، لو ما عملتش تحديث لبياناتك فالطرد ده هيروح عليك او هيرجع. ممكن تكون صادف مثلا معاك ان انت عندك فعلا طرد ومستنيه، تروح داخل على اللينك ومحدد بياناتك. فانت لو الرساله دي جايه لك من رقم او من ايميل مش من اسم الشركه الرسمي، لان كل الشركات دي لما بتبعت لك رساله او بتتصل بيك بيطلع لك اسم الشركه، فلو مش طالع لك اسم الشركه ما تصدقش الرسائل دي. ولو كمان انت جايلك من الرساله او انت متاكد مثلا ان دي الطرد ده بتاعك وجاي لك لينك، ما تدوسش على اللينك من اي رساله او من اي ايميل غريب انت جاي لك. ممكن تروح على الموقع بتاعهم وتدخل الرقم اللي هو الشحنه وتخش تحدث بياناتك من هناك من الموقع بتاعهم، لكن ما تفتحش اي رابط او اي لينك عشان تحدث بياناتك من عليه، لان انت ممكن تفتح الرابط ده وهيجي لك شكل بقى واسم الشركه ويو بي اس ولا فيديكس وكل حاجه تمام، لكن لو خدت بالك من اللينك نفسه او من اليو ار ال نفسه تلاقي مش الكلام مظبوط، مش الموقع الرسمي بتاعهم. فخلي بالكم من النقطه دي. فما تفتحش اي رابط جاي لك عن طريق رساله، جاي لك عن طريق واتساب، لا جاي لك عن طريق ايميل. تالت طريقه برضو عن طريق الواتساب. طريق الواتساب برضو بيستخدموا نفس الاسلوب، يقول لك مثلا احنا من فيديكس، احنا من كذا، خش حدث بياناتك، عايز تشتري، عايز تبيع، ادينا الاكونتات بتاعتك. واخر حاجه لسه حاصله قريب معايا شخصيا، حد بعت لي رساله بيقول لي عايزين ندخلك في جروب مثلا عشان اللي هي وظائف الشاغره، وبعت لي لينك عشان ادوس وادخل على الجروب ده، واللينك ده مش لينك انفايت لواتساب جروب. وتقدر تتاكد من كده عن طريق استخدام شات جي بي تي. لو خدت سكرين شوت للرساله دي وحطيتها على شات جي بي تي، شات جي بي تي نفسه بيقول لك اللينك ده مش لينك بتاع انفايت لواتساب جروب، لان الواتساب جروب بيبقى اللينك بيبقى فيه كذا كذا كذا، لكن اللينك ده ما فيهوش الكلام ده. ما تدوسوش على اي روابط عن طريق رسائل، وما تصدقوش اي حد انتوا ما تعرفوهوش. ودي طريقه كويسه جدا اصلا انت ممكن تستخدمها لو انت شاكك في اي رابط جاي لك، تاخد سكرين شوت تحملها على شات جي بي تي، وهو هيقول لك اذا كان اللينك ده فعلا حقيقي ولا اللينك ده نصب. والكلام اللي احنا اتكلمناه كله برضه بينطبق على الايميلات خصوصا، لان ممكن يجي لك ايميل مش رسمي مثلا من امازون يقول لك فيه اوفرز وخش ودوس، من كارفور، من اي شركه، او حتى دي اتش ال وفيدكس يقول لك خش وحدث بياناتك او خش تتبع الطرد بتاعك، وكل الكلام ده بيبقى نصب. تعرف منين؟ لما يجي لك اي ايميل انت مش عارفه او انت شاكك فيه، تخش تشوف مين اللي باعت الايميل ده، وبعد الات اللي هو الدومين تشوف الدومين. لو هو امازون فعلا هيبقى امازون، لو هو مثلا فيدكس هيبقى الدومين فيدكس، لكن لو هو فيدكس @gmail.com
او كاستمر سيرفيس فيديكس ات مش عارف ايه، وما تصدقش وما تفتحش الايميلات دي وما تفتحش اي روابط في الايميلات دي. وخصوصا لو انت مثلا واحد زي مثلا لسه صانع محتوى وبتبدا وكده، انا بيجي لي كميه ايميلات نصب كتير، يقول لك اصلا انا من شركه دي جي اي وعايزين نعمل سبونسر شيب معاك، وتخش تلاقي الايميل بتاعه @xyxx مش عارف ايه. لازم تتاكدوا من الدومين للناس اللي بتبعت لك دي. حتى لو كان سبونسر شيب ممكن تكون فرصه وانت مستني مثلا اي فرصه تجيلك، فعادي جات لك سبونسر شيب فهتجاوب معاهم. لازم تتاكد من الايميل، لان الايميل ده هو اللي هيوضح لك اذا كان اللي بيتكلم معاك ده فعلا حقيقي بجد ولا نصب. واخر طريقه من طرق النصب هي الاعلانات سواء بقى على فيسبوك او حتى على جوجل. ممكن تكون بتقلب في فيسبوك وتلاقي موقع عامل اوفرز، تفتح الرابط تحس ان هو موقع فعلا رسمي وشكله كل حاجه حقيقيه واوفرز رهيبه 90%. اول حاجه انت محتاج تعملها لما تفتح مثلا رابط زي ده، خش على اسم الرابط وشوف فعلا هل الموقع ده حقيقي ولا لا. ولو رحت تتاكد كمان اللي عامل سبونسر عامل اعلان على الفيسبوك نفسه وتدخل على الصفحه، هتلاقيها مش صفحه رسميه، ما فيهاش متابعين وما فيهاش اصلا اسم الشركه الرسمي بشكل رسمي ولا حتى موثقه. فكل دي حاجات لازم تتاكد منها وانت بتتصفح اونلاين. حاجه كمان، لو انت مثلا بتعمل سيرش على اسم، سواء مثلا بتعمل سيرش على بنك، تعمل سيرش على شركة طيران، بتعمل سيرش على اسم محل، لو انت عارف اسم المحل اللي انت عايز تروحه اول لينكين 3 بيبقوا سبونسرد مدفوعين، ما تفتحش السبونسرد، انت ممكن ما تاخدش بالك منهم، فدايما ما تفتحش السبونسرد. تنزل تحت تعدل السبونسرد المدفوعين وتخش على الموقع الرسمي للشركة او الحاجة اللي انت عايز تدخل عليها. طريقة تانية كمان للنصب، لو انت بتبيع وتشتري حاجات مثلا من مواقع الاونلاين، خلي بالك بقى من حد يقول لك مثلا ايه ده انا عاجبني المنتج بتاعك ده، حول لي الحساب بتاعك وبياناتك عشان احول لك فلوسه وتبقى تبعته لي. او حد مثلا بيبقى بيبيع حاجه ويقول لك خلاص حول لي الفلوس على حسابي وانا هبقى اقابلك عشان ادي لك الحاجه او هبقى ابعتها لك مع حد. فما تصدقش الناس دي، ما تصدقش اي حد يقول لك عايز بيانات بتاعتك، عشان كل ده برضه بيبقى نصب. حاجه اخيره بمناسبه النصب الالكتروني، دلوقتي انتشرت فيديوهات كتير معموله بالاي اي عشان تقول لك مثلا ان في اوفرز او في جنسيه، مثلا تعالى خد جنسيه وقدم بياناتك. الحاجات دي كلها اتاكد منها وتاكد من مصادرها، لان معظمها بتبقى اي اي وبتبقى نصب، او بيبقى حتى جايبين صور ناس حقيقيه بتتكلم ومركبين صوت عليهم. فدي برضه من النقط اللي لازم تاخدوا بالكم منها جدا. وده بيتهيألي كل طرق النصب اللي انا اعرفها او جايه على بالي. وشيروا الفيديو ده عشان الناس تستفيد والناس ما يتنصبش عليها، وما تستهونش وما تقولش لنفسك هو ازاي حد ممكن يصدق حاجه زي دي، ازاي حد مثلا ما يجيش في باله ان ده نصبايه. لان انت ما تعرفش، انت ممكن لأتفه سبب ممكن تصدق الاعلان اللي طلع لك او الايميل اللي طلع لك. واتمنى ان يكون الفيديو فاتكم. شيروا الفيديو ده، ولو عندكم اي تجارب اكتبوها تحت في التعليقات عشان الناس تستفيد منها. ودايما على الانترنت دايما خليك شاكك في كل حاجه.